معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتندوف مفادها عزم شبكة إجرامية تهريب شحنة كبيرة من المحركات وقطع الغيار المستعملة. أن تم استصدار إذن بالتفتيش ومداهمة الحظيرة محل المعلومة ليتم العثور على 3 حاويات محمولة على مقطورة مغطاة ظاهريا بالنفايات الحديدية. بعد تفتيش الحاوية تفتيشا دقيقا وإزالة النفايات الحديدية، تبين وجود عدد معتبر من المحركات وقطع الغيار المستعملة تحتها. وأسفرت العملية عن توقيف مالك الحظيرة بتهمة تهريب بضاعة أجنبية تتمثل في محركات السيارات وقطع الغيار المستعملة باستعمال وسيلة نقل، بالإضافة إلى حجز 430 محركا مستعملا وقديما، 618 وحدة من قطع الغيار القديمة والمستعملة بمختلف أنواعها، 6 سيارات نفعية من علامات مختلفة، جرار طريقي، 3 مقطورات بحاوية، 2 رافعة شوكية. سيتم تقديم الموقوف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف فور الانتهاء من التحقيق.